أهلا ومرحبا بكم في موقع كيداهم. نقدم لكم اليوم موضوع عن مأكولات اليوجا للحفاظ على جسمك وجمالك. أولا، ما هي مأكولات اليوجا؟ مأكولات اليوجا تعني كل المأكولات الطبيعية الصحية والأدوية التي تسهم في إمداد الجسم بكمية كبيرة من الطاقة. أنواع الطعام يجب أن تكون عضوية وخالية من المواد الحافظة والمواد الكيميائية أيضا، خصوصا الخضار والفواكه واللحوم والدجاج والحليب. أما النشويات التي يفترض تناولها فهي تلك المصنوعة من القمح الكامل والشوفان أو الحبوب الكاملة. السكر ممنوع نهائيا عند تناول مأكولات اليوجا، لكن يمكن تناول التمر والعسل وأي نوع من الفواكه المجففة. كما أن هناك مجموعة من الأطعمة الجاهزة ضمن قائمة أطعمة اليوجا التي يمكن الحصول عليها عبر الإنترنت. رجيم مأكولات اليوجا. رجيم مأكولات اليوجا يعتبر نوع صحي من الحميات، لأنه يحتوي على كل المجموعات الغذائية التي يجب أن تكون خالية من المواد الحافظة. يعطي رجيم مأكولات اليوجا الطاقة للجسم ويطرد السموم منه، مما يساعد في إعطاء رونق للبشرة. وهنا مثال لرجيم مأكولات اليوجا. الفطور عبارة عن كوب من الحليب العضوي الخالي من الدسم، وكوب من الشوفان المسلوق، وربع كوب من الزبيب. أما الغداء فيتكون من صحن من البامية مع الطماطم، وكوب من الأرز الكامل. وجبة خفيفة بين الغداء والعشاء تتكون من 3 حبات من التمر و6 حبات من اللوز. أخيرا العشاء ويتكون من صحن من سلطة الكينيوا. شكرا للمتابعة، ولا تنسى الاشتراك معنا في القناة من زر سبسكرايب أو الاشتراك الموجود أسفل الفيديو. لو الفيديو عجبك ممكن تسجلي إعجاب للفيديو من الزرار ده، وممكن كمان تشتركي معنا في القناة وتتابعي كل جديد يوم بيوم من خلال زر سبسكرايب أو اشتراك. اضغطي عليه وتابعي معنا الجديد يوم بيوم. شكرا للمتابعة وانتظرونا في الجديد.